بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة نحييكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن محصول استراتيجي، وهو محصول القمح من المحاصيل النجيلية. طبعا ميعاد الزراعة بتاعته في الوجه القبلي من 5 إلى 20/11 اللي هو نوفمبر، والوجه البحري من 15 إلى 30/11 اللي هو نوفمبر. الزراعة إما خطوط أو أحواض أو مصاطب. الري إما غمر يا تنقيط يا بالرش. طبعا كمية التقاوي للفدان بيحتاج الفدان إلى 60 كيلو للفدان. برنامج تسميده طبعا بيسمد بعد 45 يوم من الزراعة. يحتاج الفدان طبعا إلى 10 لتر حمض فوسفوريك زائد 100 كيلو يوريا أو الرية، أو موزعة على عدد الريات. الرية التانية بعد 60 يوم اللي هي 10 كيلو زنك، 10 كيلو سلفات مغنيسيوم زائد 100 كيلو نترات. الرية التالتة بعد 72 يوم اللي هي 5 كيلو فولفيك زائد 5 كيلو ماب زائد 100 كيلو يوريا. الرية الرابعة بعد 85 يوم اللي هو 10 كيلو بوتاس زائد 10 لتر حمض نيتريك. وطبعا قبل طرد السنابل بنوقف تسميد اليوريا او النترات، طبعا عشان ما يسببش رقاد لمحصول القمح. الرية الخامسة اللي هي 10 كيلو نترات بوتاسيوم. طبعا بعد 45 يوم من الزراعة بنرش رشة طحالب بحرية زائد سيتوكاينين زائد زنك، أو رشة نترات بوتاسيوم زائد زنك زائد فوسفور عالي مع برون. الرشة الرابعة اللي هي رشة عناصر الصغرى زائد أحماض أمينية زي السيتوكاينين. طبعا النبات بيصيبه بعض الأمراض الفطرية زي الصدأ أو عفان العفن الهبابي، وده طبعا بيعالج بمادة الميكسازول أو مادة سيفونات الميثايل المحبب 85%، أو مادة الأوزوكسيستروبين أو أي مادة فطرية. بنرش رشة فطري وبنرش رشة وقائي، علاجي أو وقائي، أو نرش رشة حشري. طبعا بيصيبوا بعض الأعفان الجذور، ممكن نضيف بعض كبريتات النحاس أو كشكلور النحاس أو برمنجانات البوتاسيوم أو فوستيل الألمنيوم. طبعا نبات القمح طبعا بيزرع حسب الأصناف بتاعته. في أصناف خبز وفي أصناف طبعا أصناف دقيق. وطبعا إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن محصول تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.